حلوة الصيار بهذا الجمال وبهذا الهشاشة مستحيل ديروها مرة وما تعاودوهاش مرات عديدة. السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم طليت عليكم بحلوة الصيار اللي تجي بزاف راقية بزاف هشيشة وبزاف بزاف بنينة، صدقوني أنا نحبها خير من الصابلي. من بنتها اللي رائعة جدا واقتصادية، غير كاس زيت 4 حبات بيض، كاس سكر تخرجوا 70 حبة منفردة يعني هكا وحدها، و35 حبة هكا على زوج، الله يبارك ما شاء الله الحبة تكمل لك كاس نتاع قهوة حليب ما شاء الله. صدقوني رائعة جدًا. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو، إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنساوليش الجيم تحت الفيديو، ربي يحفظكم، وإلى أول مرة تخرج لكم القناة اشتركوا لي فيها، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد نتاعي. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا في الغيسيبيون درت 4 حبات نتاع البيض، 3 كاملين وواحد صفار، زدت معاهم كاس نتاع السكر، الكاس السعة نتاعو 250 مليلتر، رشة نتاع الملح، ونضرب مليح مليح البيض مع السكر حتى يبيض الخليط ويدير الرغوة كما شفتوا. من بعد نجيب نفس الكاس تاع 250 مليلتر نديرو زيت، ونبدا نضيف غير بالعقل، انا قسمته على 3 مرات، ونضرب كذلك مليح الزيت ثاني مع السكر والبيض. من بعد هنا كاس نتاع نشا، شوفوا النشا اللي تشروها بالميزان لازم تغربلوها، شوفوا واش يكون فيها كي يعمروا جوز الناس ويعمروا بزاف عفايس يطيحوا فيها، لازم تغربلوها. هنا درت كيس من الخميرة الكيميائية غربلته كذلك، ودرت نص ملعقة نتاع الفانيليا، وبديت نضيف في الفارينة. كما راكم تشوفوا الفارينة ما عنديش كمية محددة على حسب امتصاص الفارينة للسوائل. هنا بديت نخلط غير بالسباتول كما راكم تشوفوا حتى تنطم لي شويه العجينه. من بعد استعملت يدي باش نعرف نتاستي العجينه نتاعي والقوام نتاعها. هنا العجينه هذه لازم تخلوها شويه طريه، يعني ما تيبسوهاش باش تجيكم هشيشه. شوفوا هنايا كيفاش راهي طريه، شوفوا كي تتلاصق في اليد، كي نرفدها تكون تتلاصق وتكون طريه. هنا خلوها تشرب حوالي 10 دقائق ترتاح، ومن بعد تجو باش توزنوها. انا هنا البنات وزنتها، واللي تحب تستعمل عينها ميزانها، ولكن بالميزان راح يخرج لكم كامل على حبه. أنا استعملت 20 جرام في الكويرة، يعني هنايا كويرة 20 جرام، ونزيدوا لها ال20 جرام أخرى راح تولي 40 جرام في الحبة، الله يبارك يعني تجي الحبة ما شاء الله. هنا ندير كل حبة ندير فيها 20 جرام ونكورهم ونحطهم، يعني هنا كورت قيس سنيوة، ومن بعد نكمل الباقي. هنا بعد ما كورتهم نجيب هذا الأداة اللي هي الشباك هذا، وراه يتباع كاين دائري وكاين هكذا مربع. نحكم هذيك الكويرة اللي كورتها اللي قلت لكم فيها 20 غرام، نبسطها هكذا شوية فوق يدي، تكون تلصق لكم ولا تلمو راهي طرية، مام ديروا الفارينة تلصق شوية. من بعد هنا ديروا لها شوية تاع الفارينة، غطسوها في الفارينة ولا ذروا لها ولا كيما تحبوا، أنا نوري لكم برك المهم باش ما تلصق لكمش في هذاك الشباك. وضغطوا عليها هنا ضغطة خفيفة، لازم تكون دائرية كما راكم تشوفوا، وتجيبوهم كامل على حبة هكذا باش كي تلصقوهم فوق بعضهم ما يكونوش حبة مديفورمية على حبة، ونحوها بهذا الشكل، يعني كي ديروا لها الفارينة تتنحى معاكم بكل سهولة. حطوها في الصينية وبعدوها شوية على بعضها هكذا باش ما كي تتنفخ ما تلصقش في بعضها. نكملوا كامل بنفس الطريقة، يعني نحطوهم في الفارينة، ومن بعد نديروهم فوق هذاك الشباك ونضغطوا عليه، يعني ضغطة خفيفة البنات، ما تضغطوش بزاف حتى تخرج لكم من تحتها في هذاك الشباك، ومن بعد ما تقدروش تنحيوها وتضطروا تزيدوا تعجنوها وتعاودوها، يعني غير ضغطة خفيفة برك هكذا وراهي فيها كيس تاع الخميرة، يعني تطلع شوية ولكن يبقاو هذوك التدريجات نتاع الشباك. بعد ما كملتهم هنايا درتهم في الصينية، أنا الفرن تاعي راهو سخون ديجا من قبل. نبدي نحطها في الفرن وما نطيبوهاش بزاف ملح، نشعلوا لها غير من التحت فقط، ونحطوا لها في الرف الفوقاني حتى طيب لنا وطيب كيما الصابلي، يعني طيب بيضة من الفوق ومن تحتها طيب يعني مذهبة وحمراء من تحتها. هذا هو الشرم نتاعها، وشوفوا كيفاش طابت من تحت ذهبيه ومن الفوق راهي بيضاء. هكذا نلصقوهم من بعد حبه مع حبه، كي ديروهم بالميزان يجوا كامل قد بعضاهم. من بعد هنا رحت لصقهم بالمعجون كما راكم تشوفوا، هو البن نتاعها يعني في المعجون، ولصقوهم هكذا حبه مع حبه. من بعد كي نكمل لصقهم ندير لهم كامل بالبانسو في الطرف، انا جيت راح ندير لهم بالبانسو، ولكن ما كي حطيت البانسو رحت باش ما باليش واش رحت ندير، نسيت الكاميرا مغلوقه. من بعد ما كملتش حتى شفتهم في شكلهم النهائي. شوفوا هكا حطيت البانسو رحت كي وليت كملت بلا ما وريت لكم الفيديو، اعتذر. يعني راهي باينه، نديروا لها المعجون في الطرف ونديروا لها انواط كوكو، ونتحصلوا على هذه الحلوى الرائعه جدا. كما قلت لكم 35 حبه الله يبارك، بوزن 40 غرام في الحبه، راهي ما شاء الله. يعني درنا كما قلت لكم جهه 20 غرام جهه 20 غرام،
تحصلوا على هذه الحلوى الرائعة. هنا نجي نقسمها معاكم تشوفوا الهشاشة نتاعها والبنة نتاعها من أروع ما يكون. أنا ولادي كي نديرها لهم يعني في عيد ولا اللي تلقايه يروح لهذه اللي حبة يجبدها ياكلها ويخلي الحلويات الأخرى تعلموا تجي بزاف هشيشة وبزاف بنينة. شوفوا الداخل كيفاش راهو هذاك الهوى الداخل في العجينة، هذا يدل على الهشاشة نتاعها اللي راهي تبان وحدها. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وتكونوا ما نسيتوليش هذيك الجيم تحت الفيديو، وكما قلت لكم إلى أول مرة تخرج لكم القناة اشتركوا لي فيها، فعلوا الجرس هكذا باش توصلكم كل الوصفات السهلة والاقتصادية. هذه هي لا فيديو تاع نهار اليوم. شكرا لكم جميعا حبيباتي. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.